دعاء بداية اليوم النهاردة يا بنات: اللهم ابعد عني الخمول أنا وكل ست بيتي يا رب. الخمول والكسل يا رب يا رب. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا بجد والله، وحشتوني جدا جدا. يلا بينا النهاردة بقى فيديو جديد وطويل شوية بعد وعكة صحية ونازلة معوية حادة. الحمد لله على كل شيء. النهارده هبدأ اليوم معاكم بفطار خفيف. انا مش بتاعت فطار بقى بيض وجبنة وحاجات كتير. هو نوع واحد بتحط في السندوتش وزي الفل كده. فطار ليا انا وزوجي يعني. هو زي برضو. مش حاجات تقيلة، ممكن فاكهة، ممكن سندوتش جبنة، ممكن سندوتش جبن بقى، انواع الجبن عموما. انا جاي اعترف النهارده باعتراف خطير. انا كنت مختفية عن الحياة شوية، بس مش اختفاء درامي، لا هو كنت تعبانة بس. اختفاء كده عامل زي ايه؟ يعني عارفين لما يبقى عندكم زرار للكتم كده فتدوسوا عليه؟ انا كنت كده. مش عايزة اعمل اي حاجة في الحياة. يعني كنت تعبانة وعندي نزلة معوية، بعديها حسيت كده بخمول فظيع وكسل ومش عايزة اعمل حاجة. حسيت بقى ان انا عايزة اعمل ريستارت لنفسي، بس المشكلة برضو ان زرار الريستارت ده مش لاقياه. حاولوا بقى تلاقوه معايا ودوروا كده معايا عشان نفوق ونفوق بعض. هينومنا في بعض ثواب يا بنات. والله حاسة ان في موجة خمول عالمية يعني. ومش انا لوحدي ولا انتوا لوحدكم، احنا كتير على فكرة. الواحد بقى يصحى تعبان ينام تعبان ويتعب وهو مش بيعمل حاجة اصلا. انا بقيت بتعب من التفكير ان ممكن اتعب. متخيلين؟ اصحى من النوم مثلا اقول ايه، النهارده يوم جديد بداية جديدة. بعد 10 دقايق طب ما نأجل البداية لبكرة بقى. زي الدايت برضو. هبدأ دايت من يوم السبت، نفسي الاقي السبت ده بس. على رأي اختي تقولي ايه؟ تقولي احنا محددناش سنة كام. يعني قلنا السبت بس حددنا السنة؟ لا محددناش السنة. فتمام، مش لاقية السبت ده، مش راضي يجي السبت. فاهمين؟ هفتح مثلا الموبايل 5 دقايق الاقي نفسي بعد ساعة بسمع قصة واحدة خانت واحدة بسبب طاسة مثلا. واقول لنفسي هو انا دخلت هنا ليه؟ فاهمين انتوا الجو اللي احنا فيه ده؟ قلت لازم افوق بقى ولازم ارجع انسانة نشيطة. يلا ننشط بعض. فقررت ابدأ بحاجة بسيطة جدا النهاردة. وقلت اعمل كوباية شاي واشربها وهي سخنة. وانا بشربها كده قلت لنفسي واو، ده انا بتطور. والله انا حالتي صعبة النهاردة. عارفين انا بقيت بحس او مقتنع يعني الانجازات الصغيرة اللي بنعملها دي عظيمة جدا يعني. يعني مثلا لما بنيجي نلم الهدوم من على الكرسي، عارفين الكرسي اللي هو المسكين اللي شايل هموم البيت كلها ده؟ آه. لما نشيل الهدوم دي تخلص حاجة كنت مأجلها حتى لو كانت بسيطة كده، بتبقى احساس حلو، انجاز عظيم. الاحساس ده يعني دايما يقول لي ايه، لسه في امل. فاهمين؟ انا عارفة ان في حد دلوقتي بيتفرج وهو ناوي يعمل حاجة بعد الفيديو، بس احنا عارفين ان الحاجة دي مش هتحصل. وفي حد فتح الفيديو علشان يهرب من حاجة وراه. ما تقلقيش يا جميل، انا ستراكي. ما تستغربوش مني النهارده، انا اصلا يعني بصوا مهيبره كده. واحساس الخمول اللي فات ده اللي هو كفايه بقى، ففي طاقه، في استحملوني استحملوني النهارده. المهم يا رب يعجبكم اليوم ويعجبكم الروتين وتقوموا تتنشطوا بعد كده. خلاص، ومش لازم يعني نبقى فجأة نسخة مثالية يعني. المهم نبقى نسخة فايقة شوية بس مش أكتر يعني. حتى لو فايقين بنسبة 20%، أو أحسن من 3% بتوع بطارية الموبايل. أنا والله العظيم فصلة فصلان، يا خبر يا خبر يا خبر. هنا بقى كنا خلصنا الفطار وشربنا النسكافيه. وقلت بقى ألملم المطبخ كده شوية ونضفه، اللي هو يعني ايه، تنظيف خفيف يعني. امسح الرخامة، اخلص المواعين. الغدا النهاردة سمك سنجاري بس جايباه من بره جاهز يعني. ومش عايزة اقول لكم ان كان طعمه وحش جدا جدا جدا. يعني انا كرهت الطبارة، ممكن سنة قدام ما دخلهاش البيت اصلا. الحد اللي عامل السمك ده 100%،
المكان اللي حط فيه السمك مش نضيف، يعني مثلا بيشوي في مكان آه، مش نضيف، لقيت ريحة مش حلوة، طعمه صعب. انا ماكلتش، والله ماكلت، ما قدرتش انا، الريحة فضلت شماها لحد بالليل، انضف ومعطرات وانا شم ريحة مش حلوة خالص، حاجة كانت قرف. فاليوم ده بس طبخت فيه رز وجبت السمك من بره، ويا ريتني ما جبته ومش هجيبه تاني. انا مش هجيب الطبارة جاهزة ابدا من بره تاني، لان هي زفرة اصلا. الطبارة بتبقى زفرتها عالية، واللي عملها بطريقة ما فيهاش ضمير من اساسه، وبيدفع فيها قد كده. فقلت خلاص معلتش داخلة البيت تاني. والله يا بنات كانت حاجة يعني، يلا، اليوم كان ناقص اصلا، نفسي تقلب يعني. فطبخت رز بس كده وقعدت انضف بقى المطبخ. قولولي بقى كده في تعليقاتكم، انتوا زي كده في في احساس انكوا مش جايلكوا نفس لاي حاجة، او ممكن هي حالة عامة فعلا. يعني ما بكلم صحبات ليا او كده بلاقي نفس الاحساس، فممكن تكون حالة عامة، مش عارفة. لو انتوا كده زي قولولي بقى. طبعا الفقرة المحببة الى قلبي والناس كتير بتحبها، اللي هو غسيل المواعين. انا بحب غسيل المواعين على فكرة، و... و... وصديقتي عمالة تنصحني ان انا اجيب غسالة الاطباق. انا بحب وقفة غسيل مواعين، والله العظيم. يعني في ناس كتير بتستغرب ان انا بتعب وببقى مش وبكسل كتير وبسيب مواعين شوية كده على ما ادخل اعملهم. بس الوقفة دي انا بحب اقف اخلص المواعين. ومش عايزة اقول لكم ان في سيناريوهات كتير قوي بتمر في دماغي، يا لهوي. واحيانا بقى اقعد افتكر في مواقف انا ما خدتش رد فعل مناسب وقتها، والرد الفعل يجي بقى وانا واقفة الوقفة دي، وتلاقوني بقى الحماس خدني، وكان المفروض اقول وكنت مسكت لهاش والله العظيم. وسيناريوهات بقى، والسيناريو وحوار يا لهوي. الوقفة دي عجيبة يا بنات، عجيبة، ونهايتها نهاية سعيدة. شايفين والحوض بينضف كده، خطير، احساس حلو قوي. بس اكيد في ستات بقى وراها حاجات كتير قوي، فبتنجز بغسالة المواعين، خصوصا في العزومات هي بتنجز بصراحة. ما بتبقى عزومة كبيرة بأطباق كتير بطبيخ كتير وخلاص تعبنا من وقفة الطبيخ، فما بنقدرش على التصبين. هي بتنفع في حالات زي دي فعلا. قولولي بقى انتوا طابخين ايه النهاردة، وناويين على ايه؟ يعني بعد ما بتخلصوا الغدا بتعملوا ايه؟ يعني انا بعد ما بخلص الغدا ممكن اشرب كوباية شاي، او ممكن اعمل حاجة حلوة. زي النهاردة مثلا كده عملت سلطة فاكهة، كلناها بعد الغدا. وطبعا ده كان انقاذ بعد السمك المقرف، استغفر الله العظيم يا رب، قصدي طريقته كانت مطبوخ بطريقة وحشة جدا. وربنا يسامحه والله اللي عمل فينا العملة دي بصراحة. يعني بنبقى بنروح نجيب سمك غالي، والمفروض من حد كويس، وهو اللي هيعمل هيطبخه. يعني احنا بنختار من عنده السمك اللي احنا عايزينه، وهو اللي يطبخه. فلما يجيلنا بالشكل ده واحنا دافعين يعني مبلغ وقدره، فيعني ربنا يسامحه يعني ويهديه. احساس وحش قوي. وبقيت اقول طب ما مالي، طب اعملهم في البيت. انا بقى، بس المشكله فعلا ان انا دلوقتي كارهه الطباره خالص. يعني انا ممكن اكل سمك اخضر، ممكن اكل سردين، اي نوع تاني من انواع السمك هاكلها الا الطباره او البوري، كرهته خلاص كده. فترة بقى على ما انسى اليوم ده والاحساس اللي حسيته فيه. فقلت اعمل بقى سلطة فاكهة. كان عندي كانتالوب، وكان عندي جوافة، وكان عندي موز. وقطعت الميكس ده وحليته بعسل نحل عشان الدايت. واخدين بالكم انتوا؟ علشان الدايت اهو اهو.
والله العظيم بحاول التزم. اصل انا لازم هلتزم، لازم يعني. انا متابعه مع دكتوره وكل اسبوع لازم اقول لها وزني، والميزان لازم يتصور. يعني مش اقول لها كده، لا ده انا لازم اقف على الميزان واصوره وابعت لها الصوره، فعشان تكتب لي النظام الجديد. وحسيت بتحسن، وحاسه ان انا في يعني في يعني النزول مش كتير قوي لان بلخبط، مش ماشيه على النظام بالظبط. بس في نزول الحمد لله بعد ثبات، بعد ثبات شهور يعني. فالحمد لله في الميزان ابتدى يتحرك. على فكرة سلطة الفاكهة دايما حاطة فيها نوعين عسل، اللي هو عسل النحل العادي، وعسل نحل جبلي الغامق ده. المهم طعمه كان حلو قوي بصراحة، انقذ الموقف. انا ما اتغديتش اصلا. لازم ادوق. هو ده، هو ده السمك اللي بحكيلكوا عنه ده. شوفوا شكله حلو جدا، طعمه استغفر الله العظيم يا رب، طعمه صعب، كان وحش قوي. والله ما كلته. انا قمت من مكاني علشان مش مستحملة ريحته. انتوا متخيلين بقى طعمه. وبعد الغدا بقى كلنا سلطة الفواكه. وكان ده نهاية الفيديو بتاع النهاردة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. ومهما كان حالة الخمول اللي احنا فيها، كل يقوم يلا يشوف اللي وراه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.